السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب سنة 5 ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس رقم 5 في الوحدة الأولى اللي هو تقريب الكسور العشرية، وده آخر درس في المفهوم الأول للوحدة الأولى. الأول بيقولي النهاردة احنا عايزين ناخد تقريب الكسور العشرية. التقريب احنا أخدناه في سنة 4 ابتدائي، وكنا بنعرف إن في أعداد اسمها أعداد كريمة وفي أعداد بخيلة. ايه الفرق ما بين الأعداد الكريمة والأعداد البخيلة؟ الأعداد الكريمة أعداد بتزودني واحد، يبقى دي كده عدد يضيف واحد لما بعده، والأعداد البخيلة لا تضيف لما بعدها. طب ايه هي الأعداد الكريمة وهي الأعداد البخيلة؟ الأعداد البخيلة اللي هو الصفر، الواحد، الاتنين، التلاتة، الأربعة. طيب ايه هي الأعداد الكريمة؟ الخمسة، الستة، السبعة، والتمانية، والتسعة. يعني ايه يا ميس بتضيف للي بعدها ويعني ايه ما بتضيفش للي بعدها؟ يعني انا بشوف دلوقتي مثلا خانة العشرات، لو انا خانة العشرات وعايزة اقرب لأقرب عشرة، بشوف الرقم اللي واقف قدامي، الرقم اللي قريب مني على طول، اللي قبليه على طول. كريم هيديني واحد ولا بخيل مش هيديني واحد؟ وده هنراجعه دلوقتي او هنعرفه بالتفصيل واحدة واحدة. أول نوع عندنا في التقريب هناخده السنة دي التقريب لأقرب عدد صحيح، أو إحنا بنسميه التقريب لأقرب وحدة. طيب تعالوا نكتب كده كام سؤال علشان نفهم يعني إيه تقريب لأقرب عدد صحيح. طيب مبدئيا كده أنا عايزة أقرب لأقرب عدد صحيح. يعني إيه يا ميس أقرب لأقرب عدد صحيح؟ يعني أنا عايزة أشوف الرقم اللي عندي ده بيساوي كام صحيح. أنا مش عايزة أجزاء وأتعب نفسي بإن في أجزاء صغيرة والكلام ده، لا أنا عايزة أعرف تقريبا معايا كام صحيح. يعني مثلا أنا ممكن أقول لواحد أنت معاك جنيه وتسعين قرش، 90 من 100. يقول لي أيوة يعني مش معايا 2 جنيه مثلا. يعني أجي أقول للواحدة أنت معاكي 5 جنيه و75 قرش، أو 5 جنيه 95 قرش، يبقى ده هي تقريبا معاها 6 جنيه، قريب لل6 جنيه. زي لما اروح اشتري حاجة فالراجل يقول لي ب6 جنيه الا ربع، ايوه يعني تقريبا 6 جنيه. يبقى انا لما بقرب لاقرب عدد صحيح، يعني انا مش عاوزة اجزاء عندي، انا عاوزة اشوف تقريبا معايا كام صحيح. والاقرب عدد صحيح ممكن نقول عليها الاقرب وحدة، اللي هي الوحدات، الاحاد والعشرات والمئات. طيب علامة التقريب كنا بنكتبها ازاي؟ كنا بنكتب يساوي، بس اللي فوق بعملها عاملة مايلة كده شوية، دي اسمها يساوي تقريبا. طب عشان اقرب لاقرب عدد صحيح بعمل ايه يا ميس؟ بمسك العدد الصحيح اللي عندي، واحنا اتفقنا ان العدد الصحيح اللي هو على الشمال، فانا بمسك العدد الصحيح اللي هو الاتنين وامشي اي اجزاء تانية انا مش عاوزاها. بس قبل ما امشيها اسأل الرقم اللي قريب من الاتنين على طول، اللي قبلها على طول ده كده، انت يا 8 كريمة ولا بخيلة؟ ال8 طبعا من الأعداد الكريمة. طب بتعمل ايه؟ بتمشي بس بتديني واحد، فبدل ما ابقى 2 ابقى 3 عدد صحيح. سؤال تاني، 3 و14 من 100، برضو عايزة أقربه لأقرب عدد صحيح. اتفقنا عدد صحيح يعني أنا عاوزة آخد العدد الصحيح وأمشي أي حاجة تانية، بس قبل ما أمشيها بسأل اللي قريب من ال3 على طول، انت يا واحد كريم ولا بخيل؟ الواحد بخيل، يبقى هيمشي بس مش هيديني حاجة، فهيفضل العدد الصحيح زي ما هو 3. طيب السؤال اللي بعده، همسك برضو العدد الصحيح اللي هو مين؟ الصفر، وهمشي أي أجزاء تانية أنا مش عايزاها، أنا عايزة العدد الصحيح بس قبل ما أمشيه أسأله الرقم اللي قبل الصفر على طول، وما يهمنيش اللي بعده. يعني محدش يبص على ال5، لا أنا ببص على اللي قبل الصفر، اللي قريب ليها على طول، أنا بقرب، يعني عايزة أخد اللي أقرب ليا على طول. يبقى السبعة كريمة ولا بخيلة؟ السبعة كريمة، يبقى هتديه واحد، بدل ما هو صفر يبقى واحد صحيح. طيب السؤال اللي بعده، 12 و56 من 100، برضو عايزة أقربها لأقرب عدد صحيح. فين هنا العدد الصحيح؟ ال12، يبقى أمشي أي أجزاء تانية، بس قبل ما أمشيها أسأل الرقم اللي قبل ال12 على طول ده، انت يا 5 كريمة ولا بخيلة؟ هتقولي كريمة،
طالما كريمة يبقى هتمشي بس هتديني واحد، فبدل ما انا 12 ابقى 13. طيب السؤال اللي بعده، 5 و277 من 1000. أنا كل ده عايزة أقربهم لأقرب عدد صحيح، فهمسك العدد الصحيح اللي هو الخمسة وأمشي كل الأجزاء اللي باقية، بس أسأل مين اللي قبل الخمسة على طول؟ الاتنين. انت يا اتنين كريمة ولا بخيلة؟ تقولي أنا بخيلة. خلاص يبقى هتمشي ومش هتديني حاجة، فيفضل العدد الصحيح بتاعي 5 زي ما هو. السؤال اللي بعده برضو همسك العدد الصحيح اللي هو 217 وهمشي أي أجزاء تانية عشان أنا عايزة العدد الصحيح بس، وهشوف مين اللي قبل 217 على طول، هلاقيها 3 بخيلة مش هتديني حاجة، فتفضل زي ما هي 217. يبقى أنا في التقريب لأقرب عدد صحيح أو لأقرب وحدة بعمل إيه؟ بمسك العدد الصحيح، هو ده اللي بحدده، ده اللي أنا عاوزاه، وأمشي أي أجزاء تانية، بس قبل ما أكتبه أتأكد الأول الرقم اللي قريب ليه على طول كريم هيديه واحد قبل ما يمشي، ولا بخيل هيمشي ومش هيديه حاجة. ده كده أول نوع من أنواع التقريب عندنا النهاردة. تعالوا ناخد النوع التاني من التقريب. تاني نوع عندنا من أنواع التقريب اسمه التقريب لأقرب جزء من 10. وخلي بالكوا أنا ممكن أقول التقريب لأقرب جزء من 10، أو أقول التقريب لأقرب 1/10، يبقى دي معناها جزء من 10، أو أقول تقريب لأقرب 1/10. 1/10 يبقى ده برضو معناها تقريب لأقرب جزء من 10، أو أقول تقريب لأقرب رقم عشري واحد. كل دول نفس أسماء كلمة جزء من 10. يعني أنا ممكن أقول تقريب لأقرب جزء من 10، أو أقولها بالأرقام، أقول لأقرب 1/10، أو لأقرب 1/10، أو أقول لك لأقرب رقم عشري واحد، عشان احنا عارفين إن أول رقم عشري أصله هو الجزء من 10، يبقى ده كأنه بقول رقم عشري واحد. طيب يا ميس احنا لما نيجي نقرب لأقرب جزء من 10 هنقرب ازاي؟ مش احنا لما كان بيقول لنا قرب لأقرب عدد صحيح كان بيبقى عاوز العدد الصحيح بس؟ يبقى لما يقول لي قرب لأقرب جزء من 10 يبقى أنا عاوزة لحد خانة الجزء من 10. وخلي بالكم أنا ما ينفعش أهمل الكبير. يعني إيه ما ينفعش أهمل الكبير؟ يعني ما ينفعش أمشي العدد الصحيح، لا طبعا، لازم أخد من أول العدد الصحيح لحد خانة الجزء من 10. طب أنا هعمل إيه كده؟ تعالوا نمشي واحدة واحدة. هو هنا بيقول لي قرب كل مما يأتي لأقرب جزء من 10، يبقى أنا هجري على خانة الجزء من 10. أدي البوينت أهي، يبقى ال8 هنا هي اللي خانة الجزء من 10. أنا عاوزة لحد خانة الجزء من 10 بس، يبقى أي أجزاء تانية موجودة بمشيها، بس قبل ما تمشي بسألها اللي قبل ال8 على طول دي، الأقرب لل8 على طول، أسألها أنت كريمة ولا بخيلة؟ الاتنين طبعا بخيلة. يبقى هتعمل ايه؟ هتمشي ومش هتديني حاجة، فيفضل ال8 جزء من 10 زي ما هو. طب والاتنين العدد الصحيح اللي وراها ماليش دعوة بيها، بنزلها زي ما هي. انا اهم حاجة عندي ان انا اخد من الاجزاء لحد الجزء من 10، مش عايزة بقية اجزاء تانية، والعدد الصحيح زي ما هو. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي 3 و435 جزء من 1000. انا عايزة اقرب لاقرب جزء من 10، يعني بمسك خانة الجزء من 10 وامشي اي اجزاء تانية، واسأل اللي قبلها على طول، قبل الأربعة على طول اللي هي الجزء من 10، انت يا 3 كريمة ولا بخيلة؟ تقولي طبعا بخيلة. يبقى هتمشي ومش هتديني حاجة، فيفضل الجزء من 10 4/10 زي ما هو، والعدد الصحيح ينزل. سؤال كمان، لو أنا جيت بصيت على العدد اللي بعده 1 و375 من 1000، مين خانة الجزء من 10؟ ال3. هبص على مين؟ الأول همشي أي أجزاء تانية أنا مش عايزاها، أنا عايزة لحد الجزء من 10 بس، وهبص على اللي قبل ال3 على طول، انت يا 7 كريمة ولا بخيلة؟ فهتقولي ايه؟ كريمة. يبقى هتمشي بس تديني واحد، فبدل ما هي 3 تبقى 4، يبقى بقت 4 في خانة الجزء من 10، والواحد عدد صحيح نزل زي ما هو. السؤال رقم 4، فكروا كده في دقيقة وقولوا لي ممكن الحل يبقى ايه في دماغكم كده، وتأكدوا من اللي انا حلو. طبعا هنا برضو انا عايزة اقرب لأقرب جزء من 10، يبقى همسك ال5 وهبص على اللي قبلها، همشي كل الأجزاء اللي قبلها أنا مش عايزاها،
بس اسألها الأول مين اللي قبل الخمسة على طول؟ الصفر. انت يا صفر كريم ولا بخيل؟ فيقول لي بخيل، يبقى مش هيديها حاجة، يبقى هيفضل زي ما هو 5/10. والعدد الصحيح بنزله زي ما هو، انا مش هعمل فيه حاجة. نيجي بقى للمسألة اللي بعدها. يا ميس في مشكلة، انا بقرب لأقرب جزء من 10 وانا هنا ما عنديش خانة الجزء من 10، هو فين الجزء من 10 اصلا؟ هقول له طالما المسألة عندك ما فيهاش بوينت، يعني انت مش هتعرف فين الجزء من 10، يبقى انا لازم احط البوينت. طب هحطه ازاي؟ طالما هنا في المقام في 100، يبقى انا هنزل ال15 وال100 تمشي وتجيب البوينت بعد الرقمين، وادي الاربعة عدد صحيح. كده بقت المسألة واضحة. يبقى انا همسك خانة الجزء من 10 اللي هي الواحد، همشي الاجزاء اللي قدامها مش عاوزاها، اسألها الاول انت يا 5 كريمة ولا بخيلة؟ فهتقولي ايه؟ كريمة، يبقى هتديله 1، بدل ما هو 1 يبقى 2/10، وادي الاربعة عدد صحيح زي ما هو. السؤال اللي بعده نفس الفكرة، ده يا ميس مفيش هنا بوينت، خلاص يبقى احنا عرفنا بقى. يبقى انا هنزل ال72 وال1000 تمشي وتجيب لي البوينت بعد 3 ارقام، ادي 1 ادي 2، مفيش تالت. مين اللي دايما بيساعدني؟ الصفر. ويبقى انا حطيت البوينت اهي بعد 3 ارقام. طب ما هو في هنا عدد صحيح كام؟ 3، حطيته. عايزة بقى اقربها لأقرب جزء من 10. مين الجزء من 10؟ الصفر. امشي بقية الاجزاء اللي قدامه كله، واسأل بس اللي قبل الصفر على طول انت يا 7 كريمة ولا بخيلة؟ فهتقولي انا كريمة، يبقى هزودها 1، هتدي الصفر 1، فبدل ما هو صفر يبقى 1/10، والتلاتة عدد صحيح تنزل. يبقى ده تاني نوع عندنا السنة دي، اللي هو التقريب لأقرب جزء من 10. يعني أنا باخد من الأجزاء الجزء من 10 بس، وبمشي بقية الأجزاء كلها. بس قبل ما امشيها اسأل الرقم اللي هو في خانة الجزء من 100 اللي قبل الجزء من 10 على طول، كريم ولا بخيل؟ لو كريم يبقى هيديني 1، ولو بخيل يبقى مش هيديني أي حاجة خالص. والعدد الصحيح بنزله زي ما هو. طيب تعالوا نشوف النوع التقريب التاني اللي عندنا السنة دي. تالت نوع عندنا من التقريب السنة دي اسمه التقريب لأقرب جزء من 100. وبرضو التقريب لأقرب جزء من 100 ممكن أكتبه باللغة العربية كده، كلمة جزء من 100، أو أقوله لأقرب 1/100 يعني جزء من 100، أو أقوله لأقرب 1/100 يعني برضو الأقرب جزء من 100، أو أقول لأقرب رقمين عشريين، يعني أنا عاوزة رقمين بس عشريين. طبعا زي ما اتفقنا بقى المرة اللي فاتت، احنا في الأقرب جزء من 10 كنا بناخد خانة الجزء من 10 بس، يعني لحد خانة الجزء من 10. طب يبقى في التقريب لأقرب جزء من 100، يعني أنا هاخد بقى لحد خانة الجزء من 100. يبقى أنا عاوزة في الأجزاء هاخد الجزء من 10 وهاخد الجزء من 100، لأن هو بيقول لي الأقرب جزء من 100، فمش هينفع إن أنا أرمي خانة الجزء من 10 وأكتب له الجزء من 100 بس. يبقى أنا هنا هاخد لحد الجزء من 100. فأنا هنا بيقول لي قرب كل من ما يأتي لأقرب جزء من 100. فأنا بجري على العدد الصحيح، على العدد اللي عندي فين خانة الجزء من 100. احنا اتفقنا بنمشي من البوينت، يبقى ده الجزء من 10، ده الجزء من 100 الستة. يبقى أنا هاخد لحد الستة دي، فبمشي أي أجزاء تانية بعدها، جزء من 1000 بقى أو أي رقم بعده. بس أسأله الأول انت يا 3 كريمة ولا بخيلة؟ هتقولي أنا بخيلة، خلاص يبقى مش هتديني حاجة، فتفضل زي ما هي كام؟ 6. بس الستة دي في خانة الجزء من ايه؟ من 100، يبقى لازم تكون خانة الجزء من 10 موجودة، والعدد الصحيح كمان موجود. نكمل في السؤال اللي بعده. عايزة برضو هنا أقرب لأقرب جزء من 100. فين خانة الجزء من 100؟ التلاتة. هبص على اللي قبلها، همشيها وابص عليها، انت يا 7 كريمة ولا بخيلة؟ فهتقولي كريمة، يبقى هتزودني 1، بدل ما أنا واقفة في خانة الجزء من 100 3 تبقى 4. وطبعا بقية الأرقام اللي على الشمال دي كده بنزلها زي ما هي. السؤال اللي بعده نفس الكلام، فين خانة الجزء من 100؟ التسعة. طب جينا بنبص على اللي قدامها لقيناها 2، بخيلة مش هتديها حاجة، فتفضل زي ما هي 9. اكتب 9 كده واسكت؟ لا طبعا، ما لازم عشان يكمل وتبقى في خانة الجزء من 100 يبقى موجود الجزء من 10 وموجودة البوينت، وادي العدد الصحيح زي ما هو. طيب السؤال اللي بعده 42 و402 جزء من 1000. فين الجزء من 100؟ الصفر. همشي أي أجزاء تانية بعديه وأسألها على طول، انت يا 2 كريمة ولا بخيلة؟ تقولي بخيلة، يبقى مش هتديني حاجة، يفضل زي ما هو صفر،
والأربعة جزء من 10 زي ما هي، وادي 42. طب السؤال اللي بعده، فين خانة الجزء من 100؟ التسعة، لقيت في قبلها 8. طب ال8 كريمة هتمشي بس هتديني 1، فبدل ما ابقى 9 هبقى كام؟ 10. ايه ده؟ طب هو انا ينفع احط 10 كده في خانة واحدة كده مكان التسعة؟ طبعا ما ينفعش. هتديني 1، بدل ما هي 9 تبقى 10، فاقول 0 ومعايا الواحد، 1 على 4 بقى كام؟ 5. وممكن حد يحسبها بطريقة تانية، يقول لي كده أنا عندي كام جزء من 100 هنا؟ مش هو عايز الأقرب جزء من 100؟ في كام جزء من 100؟ 49 جزء من 100. لقيت في قبله 8، ال8 كريمة هتدي 1، بدل ما هو 49 يبقى 50. السؤال اللي بعده نفس الفكرة اللي احنا خدناها في التقريب لأقرب جزء من 10. أنا مش شايفة عندي هنا بوينت أصلا عشان أعرف أشوف خانة الجزء من 100، فهعمل ايه؟ يبقى هنزل ال72 والألف تمشي وتجيب البوينت بعد 3 أرقام، ملقتش غير رقمين فهحط ايه؟ 0 وادي البوينت والعدد الصحيح 3. طب أنا عايزة أقربه لأقرب جزء من 100، يعني أنا هاخد معايا دول بس لحد خانة الجزء من 100. همشي الخانة اللي قبلها واسألها انت كريمة ولا بخيلة؟ الاتنين بخيلة، مش هتديني حاجة، فتفضل زي ما هي 7 جزء من 100 وادي ال3 عدد صحيح. يبقى ده تالت نوع عندنا، تقريب لأقرب جزء من 100. هناخد دلوقتي آخر نوع عندنا من التقريب واللي هو التقريب لأقرب جزء من 1000. هنيجي نبص بقى هنا على آخر نوع من أنواع التقريب وهو التقريب لأقرب جزء من 1000. وطبعا طالما هقول بقى الأقرب جزء من 1000 يعني أنا ممكن أقوله برضو لأقرب 1 على 1000، أو لأقرب 1 من 1000، أو لأقرب 3 أرقام عشرية. يعني أنا عاوزة 3 أرقام عشرية بس، مش عايزة أكتر من كده. زي ما كنا في التقريب لأقرب جزء من 10 بناخد خانة الجزء من 10 بس، وفي التقريب لأقرب جزء من 100 كنا بناخد لحد خانة الجزء من 100 بس، يبقى في التقريب لأقرب جزء من 1000 هاخد لحد خانة الجزء من 1000 وبس. فهنا لما اجي اقرب لأقرب جزء من 1000 أنا هروح عند خانة الجزء من 1000، أدي البوينت، يبقى جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000 اللي هي الأربعة. ألغي أي أجزاء باقية بقى أنا مش عايزاها، أنا عايزة لحد الجزء من 1000 بس. لقيت اللي قبلها دي 2 بخيلة مش هتديها حاجة، فتفضل زي ما هي 4، وبقية الأجزاء اللي قبلها زي ما هي، لأن أنا عاوزة أقرب 3 أرقام عشرية أو الأقرب جزء من 1000. يعني أنا عايزة لما أجي أقرأ الرقم اللي أنا قربته ألاقيه جزء من 1000، دي اسمها 154 جزء من 1000. السؤال اللي بعده برضو عايزة أقرب لأقرب جزء من 1000. مين هنا خانة الجزء من 1000؟ التسعة. همشي الأجزاء اللي بعدها، أسألها الأول أنت يا 1 كريمة ولا بخيلة؟ هيقولي طبعا إن هو بخيل، يبقى مش هيديها حاجة، تفضل زي ما هي 9، واللي على الشمال بنزله زي ما هو. السؤال اللي بعده برضو الجزء من 1000 اللي هي ال8، لقيت قبلها 8 وال8 كريمة، يبقى هتمشي بس هتديني 1، فبدل ما هي 8 تبقى 9 وال6 وال2 والبوينت وال4 زي ما هم. طيب تعالوا نحل كده كام سؤال أكمل على الجزئية اللي احنا أخدناها النهاردة. أول سؤال بيقول لي 37 و51 من 100 بيساوي تقريبا نقط لأقرب رقم عشري واحد. يعني إيه الأقرب رقم عشري واحد؟ يعني الأقرب جزء من 10. فين خانة الجزء من 10؟ ال5. لقيت في قبلها 1 هيمشي، بس أسأله هو كريم ولا بخيل؟ طبعا بخيل، مش هيدي حاجة، فتفضل زي ما هي 5 جزء من 10 وال37 عدد صحيح تنزل. السؤال اللي بعده بيقول لي أقرب لأقرب 1 على 100. يعني إيه 1 على 100؟ يعني جزء من 100. يبقى أنا هروح لخانة الجزء من 100 وأمشي الأجزاء اللي بعدها، بس أسأل اللي قبلها على طول، الأقرب ليها على طول، أنت كريم ولا بخيل؟ ال7 كريمة، فهتديه 1، بدل ما هو 8 يبقى 9، والباقي اللي على الشمال ينزل زي ما هو. السؤال اللي بعده بيقول لي 7 و93 من 100 بيساوي تقريبا نقط لأقرب وحدة. يعني ايه بقى الأقرب وحدة؟ يعني الأقرب عدد صحيح. يعني هو مش عايز يشوف أجزاء خالص، عايز يشوف الوحدات بس أو العدد الصحيح بس، يبقى ال7. وهمشي كل الأجزاء اللي قبلها،
بس اسأل السبعة اللي قبل السبعة على طول، انت يا 9 كريمة ولا بخيلة؟ تقولي كريمة. يبقى هتمشي بس هتديني 1، فبدل ما هي 7 تبقى 8. السؤال اللي بعده بقى مختلف. يعني ايه مختلف؟ يعني بيقول لي تقريب العدد 17 و53 هو 18 لأقرب نقط. احنا كنا متعودين فوق بيديني العدد ويقول لي اقربه لاقرب ايه، وانا احلله المسألة. هنا عكس معايا، اداني السؤال وقال لي ان هو قربه خلاه 18 وعايز يعرف يبقى هو كده كان مقربه لاقرب ايه. لما اجي احل السؤال ده انا ببص كده وبشوف هو انا عندي ايه هنا. كان عندي 17 عدد صحيح واجزاء، خلاها 18 عدد صحيح بس. طالما خلى عدد صحيح بس ومفيش اجزاء خالص يبقى هو كده كان مقرب لاقرب عدد صحيح. طب لو هو بدل ما يعمل السؤال كده راح بصوا عامله كده اهو. تعالى اوريهولكم، غير بس حاجة بسيطة في السؤال ونشوف الإجابة هتتغير ازاي. بصوا كده هنا بيقول لي تقريب العدد 17 و53 هو 17 و5. كان مقربه الأقرب ايه؟ فأنا ببص على السؤال وببص على الإجابة. ايه اللي حصل؟ خلى العدد الصحيح زي ما هو ونزل لي لحد خانة الجزء من 10 بس. طالما نزل لحد خانة الجزء من 10 ده بس يبقى ده كان تقريب لأقرب جزء من 10. يبقى أنا علشان أعرف ببص على العدد اللي كان موجود والحل بتاعه. لو لقيته نزلهولي عدد صحيح بس يبقى كان مقرب لأقرب جزء من 10. طب لو لقيته نزل منه رقم 1 10 بس يبقى ده كان تقريب لأقرب جزء من 100. طب لو نزل الرقمين ومشى بقية الأرقام يبقى ده كان تقريب لأقرب جزء من 100. طب لو ساب لي 3 أجزاء بس ومشي بقية الأجزاء يبقى ده كان تقريب لأقرب جزء من 1000. ده كان درسنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو استفدتوا منه ابعتوا لأصحابكم، ولو في أي حاجة فيه ابعتولي في التعليقات، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.